عمرك دخلت شغل حسيت من أول يوم إن المكان مش طبيعي؟ لا الناس ولا الهوا ولا حتى الساعة اللي على الحيطة. أنا محسن، ودي حكايتي. حكاية بدأت على قهوة صغيرة في بلدنا في الشرقية، وانتهت في مكان عمر ما حد يخرج منه زي ما دخل. محدش فينا مصدق ولا بيصدق إن الشغل ممكن يتفتح لك ويفتح لك باب جهنم. بس أنا شفت الباب ده بعيني وسمعت صوته وكان بيضحك. أنا محسن، شاب زي أي حد عايش في قرية صغيرة في أطراف الشرقية. يومي بيبدأ من بعد العصر، أنزل القهوة اللي في نص البلد، أقعد مع أصحابي عطا، سيد وربيع، ونتكلم عن الدنيا والشغل والبنات، وعن إن الحياة واقفة. مفيش شغل، مفيش فلوس، كل حاجة بقت شبه بعضها. في يوم وانا ماسك كوبايه الشاي وببص على الميه اللي بتغلي فيها النعناع، عطا قال لي وهو بيشرب نفس من السيجاره التالتة اللي ولعها في خلال 5 دقايق، بيقول لي يا محسن، انا سمعت عن مكتب توظيف في الزقازيق وبيطلع شباب شغل امن في القاهره وبمرتب كويس، وكمان ليه ما نقدمش؟ انا ضحكت قلت له يا عم بلا مكتب بلا وجع دماغ، دول نصهم نصب، وبعدين انا مالي ومال القاهره؟ انا لو طلعت بره البلد دي بحس ان انا تايه. سيد دخل في الكلام وقال لي لا يا محسن، جرب الدنيا، الدنيا مش هتيجي لحد عندك، ده حتى لو نصب انت ما انتش خسران حاجه، وقدم الورق وخلاص يا عم. فضلت الكلمه تدور في دماغي لحد تاني يوم. صحيت ولبست قميص مكوي نص كاوية كده ورحت الزقازيق. المكتب كان صغير ومكتوب على الباب الفرصة الجديدة للتوظيف. جوه لقيت شاب لابس قميص أبيض قاعد ووشه غريب كده، سألني بهدوء قال لي اسمك ايه يا أستاذ؟ قلت له محسن السيد. قال لي تمام، عندك بطاقة سارية؟ أيوه. خلاص سيبها وصورة شخصية وهنتصل بيك أول ما يبقى في شغل مناسب. ساعتها ما فكرتش في حاجة، خرجت وأنا حاسس إن دي يمكن تكون البداية الجديدة. عدى أسبوع وكنت قاعد على القهوة كالعادة، وفجأة الموبايل رن، رقم غريب. رديت، ألو، أستاذ محسن السيد؟ أيوه، مين معاك؟ معاك مكتب فرصة جديدة للتوظيف، في شغل أمن في القاهرة في منطقة قريبة من القرية الذكية، طريق الصحراوي. طيب امتى أبدأ؟ طيب بكرة الصبح هتقابل الأستاذ عادل هناك، هستناك على البوابة الساعة 9، هبعت لك العنوان في رسالة. أنا ملحقتش أفرح، بس حسيت بحاجة غريبة في صوت الراجل. كان بيقول الجمل كأنها محفوظة زي ما يكون بيقرأ من ورقة. وصلت القاهرة بالعافية، الطريق كان فاضي والجو غريب كده، لا هو حر ولا هو برد. المكان اللي وصلت له كان زي مصنع أو شركة كبيرة محوطة بسور عالي، وعليها يافطة مكتوب فيها مركز البحوث التطبيقية. الأستاذ عادل كان راجل في الخمسينات، عينه صغيرة وبيتكلم بهدوء وبيخوف، وبيسألني بيقول لي أنت محسن؟ قلت له أيوة يا فندم. قال لي تمام، شغلك بسيط هنا يا محسن، هتقف على البوابة دي من الساعة 8 بالليل للساعة 8 الصبح، بس في حاجة مهمة جدا يا محسن، ما تخرجش بره المبنى بعد الساعة 2 بالليل مهما حصل، ما تخرجش. ساعتها ضحكت بس بعصبية كده، قلت له يعني ايه ما اخرجش؟ قال لي يعني ما تخرجش، الموضوع مش هزار يا محسن وبس، وسابني ومشى. الهدوء، الهدوء الغريب اللي بيخليك تسمع نبضك. انا لوحدي عند البوابة، مفيش صوت غير الهوا وصرخة غراب بعيد. الساعة 1:30 قلت اعمل جولة صغيرة قبل ما ابدأ، وقبل ما الساعة تيجي 2 بالليل لفيت حوالين السور، لقيت باب صغير متقفل بسلاسل وبجواره يافطة مصدية مكتوب عليها ممنوع الدخول بعد الساعة 2. برضه استغربتها، بس ساعتها حسيت بدوخة خفيفة، سمعت زي وشوشة، صوت حد بيقول ارجع. بصيت ورايا
مفيش حد. رجعت جري على البوابة وقعدت مكاني. الدقيقة عدت عليا كأنها ساعة، ولما الساعة بقت 2 بالظبط النور بتاع المبنى كله طفى مرة واحدة، وسمعت صرخة جاية من جوه. أنا اتجمدت مكاني. الصرخة كانت جاية من جوه المبنى اللي المفروض مفيش فيه حد. قمت بسرعة ومسكت الكشاف النور الصغير اللي معايا ووجهته ناحية البوابة الحديد اللي بتدخل على ممر طويل. كل حاجة كانت ساكتة، بس النور اللي كان جوه كان بيعمل حاجة غريبة، بينور ويطفي كأن في حد بيتحرك، يعني جاي من عن طريق خيالات. أنا قلبي بدأ يدق وبيدق بسرعة. قلت يمكن حد من العمال، يمكن حد اتخض أو اتصاب. بس ليه النور بيطفي وليه الساعة 2:15 دلوقتي؟ قررت أعمل اللي ما كنتش المفروض أعمله. أنا ما سمعتش الكلام، أنا فتحت البوابة ودخلت. ممر جوه كان طويل ومليان أبواب على الجنبين، ريحته شبه ريحة دواء قديم، ريحة مستشفيات كده يعني. والغريب إن كل باب كان مكتوب عليه اسم، زي عنبر ألف، غرفة العزل، المعامل، بس كله كان متقفل بالسلاسل. فضلت ماشي لحد ما سمعت صوت تاني، صرخة، بس المرة دي كانت ورايا. أنا لفيت بسرعة، مفيش حد، بس الباب اللي كان مقفول بالسلسلة مفتوح نص فتحة. النور بدأ يترعش والكشاف وقع من إيدي. لما نزل على الأرض شفت حاجة سريعة جدا، ظل بيجري على الحيطة، حاجة بتمشي على الحيط مش على الأرض. أنا صرخت وطلعت أجري لحد البوابة، بس الباب كان اتقفل لوحده. الصبح جه الأستاذ عادل، بس أنا وشي كان باين عليه الرعب. قال لي مالك؟ ده وشك مصفر كده ليه؟ قلت له سمعت صوت صريخ بالليل والنور طفى والمكان كله كان بيتهز. مش أنا قلت لك ما تخرجش بعد الساعة 2 مش كده؟ أيوة، بس أنا كنت خلاص عايز أشوف إيه اللي بيحصل. قال لي خلاص يا محسن ما تسألش كتير، المكان هنا مش زي أي مكان. أنا اتجمدت. المكان مش زي أي مكان إزاي يا أستاذ عادل؟ هو أنا فين؟ شركة أمن ولا مصحة ولا إيه بالظبط؟ ما ردش عليا. وبالليل رجعت لنوبتي، المكان بقى أهدى من أي وقت، بس كان في حاجة مختلفة. كنت حاسس إن في حد بيراقبني دايما. كل ما أبص ورايا أحس إن في نفس بيتقرب مني زي أنفاس سخنة، بس مفيش حد. والغريب إن كل ليلة النور بيبدأ يضعف بالظبط الساعة 1:55 قبل ما الساعة تبقى 2 ب5 دقايق. في يوم وأنا بدخن السيجارة في الفسحة الصغيرة اللي ورا البوابة، لقيت راجل عجوز طالع من المبنى لابس بدلة حراسة قديمة باهتة. قرب مني وقال لي بصوت مبحوح كده انت الجديد؟ قلت له ايوه انا. قال لي خد بالك يا ابني، المكان ده محدش بيستمر فيه، اللي قبلك خرج الصبح لكن دماغه ما خرجتش. من يومها وهو جوه المستشفى في العباسية بيكلم نفسه. اتنهيت، بصلي كأنه شايف فيا نهايتي، ولقيته بيقول لي هتسمع أصوات وما تردش. قال لي هتشوف ناس وما تقربش، ولما الساعة تيجي 2 اقفل ودانك يا محسن وغمض عينك ولف وامشي. بس أنا وأنا ببص عليه وهو بيبعد اختفى، بس اختفى مش عشان هو مشى، اختفى كأنه دخان. الليلة دي ما كانتش زي أي ليلة. الجو اتقلب فجأة، الهوا بقى تقيل كأنه محمل برماد يعني عاصفة. كنت سامع وشوشات في السوق، حد بينادي باسمي يا محسن يا محسن، كأنه صوت بنت. قربت من السور وقلت بصوت عالي مين؟ أنا اللي كنت هنا قبلك يا محسن، ساعدني وخرجني من هنا. أنا قلبي وقع في رجلي، بس حسيت إن الصوت مظلوم. خرجت
الموبايل ونورت بالكشاف، لقيته ورا السور وش بنت باين من بين الشجر، بص عليا بعينين سودا خالص. ولما قربت اكتر اختفى الوش، النور بتاع الموبايل طفى والشاشة ولعت لوحدها بكلمة ارجع مكانك يا محسن قبل ما الوقت يخلص. تاني يوم الصبح قررت اواجه الاستاذ عادل. قلت له وانا متوتر، انتوا انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ده مش مكان طبيعي، ده مكان فيه حاجة غلط. بتقول لي خلاص يا محسن خلاص، طالما شفت لازم تعرف احنا مش شركة امن، احنا معمل بحوث، واللي جوه المبنى دول مش بشر عاديين، دول كانوا تجارب فشلت وارواحهم لسه هنا محبوسة بين الوقت اللي عاشوه والموت اللي استناه. قلت له طب وموضوع الساعة 2 بالليل؟ قال لي هي اللحظة اللي بيرجعوا فيها يدوروا على حياتهم اللي راحت. انا وقعت على الارض، الوشوش اللي شفتها والاصوات والبنت اللي نادت عليا، كل ده كان حقيقة يا عم عادل؟ اه. ساعتها يا عم عادل مشى. الليلة الأخيرة الساعة قربت تبقى 2، قررت أهرب. قلت لنفسي مش فارقة معايا، أطلع أجري وأسيب كل ده ورايا. بس أول ما فتحت البوابة الدنيا اسودت. سمعت نفس الصرخة اللي سمعتها أول يوم، بس المرة دي كانت جوه دماغي، صرخة واحدة بعدها وأشواشة كتير، ووشوش بتعيط ووشوش بتضحك، وصوت واحد بيقول لي قلت لك ما تخرجش بعد الساعة 2 بالليل يا محسن. والدنيا اسودت. صحيت بعد كده في مكان كان أبيض، ناس لابسة أبيض والحيطة لونها أبيض وكل حاجة كان لونها أبيض، ولقيت الناس اللي لابسة أبيض دي بتتمشى حواليا، ولقيت دكتور بيقول لي يا محسن انت كنت في غيبوبة أسبوع كامل. قلت لي انك كنت شغال فين؟ في امن في القاهرة صح؟ يا محسن الشركة دي اتقفلت من 15 سنة، المبنى ده اتحرق من 15 سنة، وكل اللي انت بتقوله ده مش موجود، كل اللي ذكرتهم في قصتك وفي سجلاتك دول ماتوا. بصيت له ودموعي نازلة، قلت له بس انا كنت هناك، انا شفتهم، شفت البنت اللي بتنادى عليا، سمعتهم بينادون، الساعة كانت 2 بالليل. الدكتور قرب وقال لي بهدوء يا محسن كل اللي بتقوله ده كان جوه دماغك يا ابني، احنا في مستشفى العباسية وانت هنا بقالك سنة كاملة. ولما بصيت في المراية اللي في الأوضة شفت نفسي لابس بدلة أمن بهت، وعلى كتف الشريطة بتاعت الأمن مكتوب على الشريطة ممنوع الخروج بعد الساعة 2. من يوم ما فقت في المستشفى وأنا حاسس برضو إن في حاجة غلط. الناس كلها لابسة أبيض وبتتحرك كأنها نسخ من بعض، الدكاترة ما بتضحكش، الممرضين عيونهم ميتة، كأن عندي أوضة صغيرة فيها سرير ومراية طويلة في الحيطة. كنت كل يوم أصحى على نفس الجملة من الدكتور خالد، صباح الخير يا محسن انت فاكر نفسك فين النهاردة؟ وانا جاوب نفس الجواب، في مستشفى العباسية يا دكتور. بس في مرة لما بصيت في المراية شفت انعكاس، مش انعكاسي، ايوه المراية اللي في الأوضة بتاعتي كان نفس شكلي، بس لابس بدلة الأمن اللي كنت لابسها في الشركة، وبيضحك ضحكة مش ضحكتي. قربت من المراية لقيته بيقول لي بصوت خافت خالص فاكر البوابة يا محسن؟ الساعة 2 قربت. أنا اتصدمت، ما لقيتش نفسي بعمل حاجة غير إن أنا بصرخ. لقيت الممرضين دخلوا عليا بسرعة مسكوني وحقنوني بحاجة خلت الدنيا سودة. بعد يومين وأنا في الجلسة الدكتور خالد دخل عليا ومعاه ملف، لقيته بيقول لي يا محسن ده الملف بتاعك اللي لقيناه في جيبك لما جابوك هنا، ومكتوب عليه سجلات مركز البحوث التطبيقية. لقيته فتح الملف وكان كله صور ناس بوشوش مش واضحة، وجملة مكتوبة بخط ايدي ما تخرجش بعد الساعة 2 بالليل. قال لي انت اللي كتبت ده؟ قلت له لا انا لقيته هناك. ابتسم ابتسامة غريبة جدا وقال لي محسن مفيش مكتب بالشكل ده، المكان اللي بتتكلم عليه
ده اتحرق في حادثة سنة 2007، وكان في واحد اسمه محسن السيد مات هناك. أنا ساعتها اتجمدت، قلت له لا لا، أنا حي، أنا محسن. أيوه بس أنت أي واحد فيهم. بعد الكلام ده نقلوني أوضة تانية، قالوا إنها علاج مكثف. كانت زنزانة صغيرة جواها شباكين حديد. الليل دخل والساعة كانت 1:50 قبل الساعة 2:10. أنا كنت فايق مش نايم، وسمعت الأصوات تاني، نفس الأصوات. محسن تعال افتكر، احنا لسه مستنيينك في البوابة، ما تنساش. النور بدأ يضعف بعد ما سمعت، والمراية اللي قدامي اتشقت من النص، ومنها طلع دخان اسود. شفت نفسي جوه الدخان لابس بدلة الأمن، وورايا نفس البوابة. قربت من المراية ومد ايده من جوه وقال لي ارجع، الباب لسه مفتوح، المرة دي ما تتأخرش. مديت ايدي وسحبت نفسي، ولما لمست المراية الدنيا اتقلبت. لقيت نفسي واقف عند البوابة، نفس البوابة اللي بدأت منها الكارثة، بس المكان كله كان مهجور، والتراب مال الأرض، والمبنى متفحم، والبوابة مصدية، ومفيش ولا عادل ولا البنت ولا حتى صوت هوا. كنت حاسس إني بحلم، بس ريحة الحريق كانت حقيقية. دخلت الممر ولقيت على الأرض دفتر شبه اللي كان في المستشفى، مفتوح على صفحة فاضية إلا من كلمة واحدة مكتوبة بخط دم، مكتوب كمل الشغل. وفي آخر الممر شفت طيف البنت اللي كانت بتناديني قبل كده، بس المرة دي كان باين عليها متشوهة، نص وشها محروق. لقيتها بتقولي بصوت مبحوح ليه رجعت؟ قلت لها أنا مش فاهم، أنا فين؟ كنت المفروض تفضل جوه. جوه فين؟ قالت لي جوه عقلك. اختفت ساعتها. وساعتها سمعت صوت خطوات ورايا، ولما لفيت شفت الأستاذ عادل واقف، بس عينه سودة وبرضه نفس السواد الحالك. لقيته بيقول لي محدش بيهرب من هنا يا محسن، اللي دخل المكان ده مرة بيعيش فيه للأبد. رجعت أصحى تاني في المستشفى، بس المرة دي كانت في حاجة مختلفة. السرير اختفى، والممرضين اختفوا، والمبنى كله كان فاضي. مشيت في الممرات لحد ما وصلت لباب حديد كبير مكتوب عليه مركز البحوث التطبيقية. صرخت وقلت لا، في حاجة غلط. وفجأة النور طفى، وسمعت صوت الممرضة اللي كنت بشوفها كل يوم بتقول بهدوء الساعة دلوقتي 2 يا محسن، ارجع مكانك. بعد 3 شهور لجنة من وزارة الصحة فتحت مستشفى العباسية للتحقيق، بعد بلاغ من الأهالي عن الأوضة فاضية بيطلع منها صوت كل يوم الساعة 2 بالليل. ولما فتحوا التحقيق ولقوا الأوضة فيها بدلة أمن باهتة متعلقة على الكرسي، مكتوب على الحيطة بخط غامق الجملة دي بالظبط: أنا محسن ولسه واقف على البوابة. أنا كنت خلاص استسلمت. كل يوم الساعة 2 بالليل النور يضعف، والمراية ترجع تتهز، والأصوات تنده باسمي، والدكاترة زهقوا مني عن الآخر، ومفيش حاجة مستجيبة معايا منهم، وكل الحقن بقت بلا فايدة. في يوم سمعتهم بره بيقولوا هنجيب له الشيخ عبد الرازق، يمكن يكون عنده حاجة تانية. ساعتها سمعت حد بيسأله بيقول له يعني ايه حاجة تانية؟ قال له يعني ممكن ما يكونش مرض، حاجة تانية الله أعلم. تاني يوم الشيخ جه، كان راجل كبير دقنه بيضة وعينه فيها نور غريب، لا هو نور خوف ولا طمأنينة. دخل الأوضة وقفل الباب بنفسه وقال لي بهدوء: يا محسن انت شايفهم دلوقتي؟ قلت له شايفهم؟ هم مين؟ قال لي اللي وراك. أول ما قال لي اللي وراك كان قلبي وقع. لفيت بسرعة، مفيش حد، بس كان في نسمة برد عدت ورا ظهري، كأن في حد فعلا واقف. الشيخ قعد على الكرسي وبدأ يقرأ، وصوته كان تقيل وكأن كل آية بتهز الحيطان. المراية بدأت تعكر، والدخان اللي كنت بشوفه زمان طلع تاني. الشيخ كان بيقرأ وأنا جسمي كله بينتفض. حسيت بإيد بتخنقني من ورايا، إيد مش بشرية. كنت بحاول أتكلم بس لساني مش طالع. الشيخ صرخ بصوت عالي، لقيته بيقول لي: قول يا محسن الله أكبر، قول الله أكبر، قول الله أكبر.
صرخت بكل قوتي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. المراية اتكسرت والدخان اتحول لصوت صريخ رهيب، صوت البنت، صوت الأستاذ عادل، كل الأصوات اللي سمعتها قبل كده طالعين مع بعض. الشيخ مسك المصحف وحطه على صدره، فضل يقرا لحد ما الصريخ بدأ يختفي. بعد كده سكت وقال لي وهو مرهق: انت مش لوحدك يا محسن، اللي اتعمل هنا كان ظلم، واللي ماتوا كانوا عايزين يرتاحوا، بس لسه في حاجة ناقصة، لازم ترجع المكان ده وتقرا الفاتحة بنفسك هناك. احتبل وانا مرعوب: ارجع فين يا شيخ؟ ارجع فين؟ مركز البحوث؟ الله، هناك في ارض ما خلصتش قصتها، لازم ترجع. وعم مشى. بعد كذا يوم الشيخ جه ومعاه اذن رسمي اننا نخرج ونزور المكان. انا كنت مرعوب من جوايا، بس جوايا احساس غريب كأني رايح اقفل باب كان مفتوح بقاله سنين. وصلنا للمكان، الخراب عامم على المكان نفسه، السور مكسور، اليافطة القديمة اللي مكتوب عليها مركز البحوث التطبيقية. الشيخ قال لي بهدوء: اقرا الفاتحة وسامح كل اللي حصل، اللي اتظلموا هيرتاحوا وانت كمان هترتاح، واقراها بنفس صافية. بدأت أقرا، صوت الهوا بدأ يهدى والريحة الوحشة اختفت، ولما خلصت حسيت بحاجة زي ريح دافية بتعدي من جنبي وصوت بيهمس: شكرا يا محسن. الشيخ ابتسم وقال لي: كده الباب اتقفل يا محسن. رجعنا المستشفى، الدكتور خالد قال: حالتك اتحسنت جدا يا محسن، دي أول مرة تنام من غير ما تصرخ. وبالليل وأنا نايم في المستشفى حلمت بالبنت اللي كانت بتناديني وكانت لابسة أبيض ووشها بقى طبيعي مفهوش حروق، وقالت لي وهي بتضحك: خلاص ريحتنا يا محسن، شكرا، بس خد بالك الباب بيتفتح كل سنة في نفس الميعاد. هي قالت كده وأنا صحيت مفزوع، بصيت في الساعة، كانت الساعة 1:59 بالظبط. والشيخ عبد الرازق مشى بعدها بأسبوع وقال للدكتور: الحمد لله محسن بقى كويس، بس ما تسيبهوش لوحده يوم 2 نوفمبر الساعة 2 بالليل. ومن يومها كل سنة في نفس الليلة الساعة 2 بالليل الكهرباء بتقطع عن المستشفى لحظات، وبتسمع في الممرات صوت خفيف بيقول: أنا محسن، الباب اتقفل. أنا كنت نايم على السرير الحديد في الأوضة بتاعت العزل، مكممين إيديا ومربوط بحزام جلد، وعيني مفتوحة للآخر من كتر الرعب. الليل كان ساكت بشكل طبيعي، مفيش غير صوت الرياح وهي بتخبط في الشباك المكسور وصوت أنيني أنا. وفجأة الباب اتفتح بهدوء ودخل الشيخ عبد العليم. ده شيخ تاني غير الشيخ عبد الرازق، ده كان راجل كبير في السن، دقنه بيضة ووشه منور ولابس جلابية رمادي فاتح وطاقية بيضة. مسك مصحف صغير في ايده وقال للممرضة: اخرجي يا بنتي ومحدش يدخل الأوضة دي غيري النهاردة. الممرضة خرجت وقفلت الباب بإيده وقعد جنبي وقال لي: اسمك محسن يا ابني صح؟ قلت له بصوت متقطع كده: ايوه يا شيخ، بس انا مش عارف انا فين وانت مين. وعلى فكرة يا شيخ انا مش مجنون، انا والله مش مجنون. لقيت الشيخ ضحك ولقيته بيقول لي: انا عارف يا ابني انك مش مجنون، مش كل اللي جوه المستشفى دول مجانين، في ناس اتسجنوا هنا عشان عينينهم شافت اكتر من اللي المفروض يشوفوه. وقعد وطبطب عليا وراح قعد على الكرسي وبدأ يقرأ قرآن بصوته هادي وبيطمن بصوته. بس فجأة الأوضة بدأت تتهز حرفيا، والسرير اتحرك والأنوار طفت لوحدها، وصوت ضحك خفيف طالع من كل اتجاه، صوت ست بتضحك من فوق السقف وصوت طفل بيعيط من تحت السرير. الشيخ مسك المصحف وقال بصوت عالي جدا: اللهم احرق كل من تلبس بجسد هذا الولد باسمك يا الله، اللهم احرق كل من تلبس بجسد هذا الولد باسمك يا الله. انا بدأت اصرخ، جسمي كله بيتشنج وحسيت بحاجة بتتحرك في بطني وتطلع لحد صدري. الشيخ قرب مني وحط ايده على راسي وبدأ يقرأ آيات من سورة البقرة. وفجأة الشيخ وقع على الأرض وإيده اتلوت والمصحف اتحط على السرير. طلع صوت شهقة غريبة من الشيخ كأنها آخر نفس لي. أنا كنت مرعوب ومش قادر أتحرك، بس شفتها
شفت الظل اللي كان بيطاردني من أول يوم في القاهرة واقف ورا الشيخ، طيف أسود طويل جدا ملهوش وش بس ليه عينين حمرا زي الجمر. الشيخ حاول يقول حاجة بس صوته اختفى والظل مد إيده ودخل في جسمه. أيوه جسم الشيخ. الشيخ صرخ صرخة واحدة وبعدها سكت ورجعت الأنوار تاني والممرضة دخلت وهي بتصرخ يا نهار اسود الشيخ مات الشيخ مات. عدى يومين المستشفى كلها كانت مقلوبة، الدكاترة مش مصدقين اللي حصل للشيخ وبيقولوا إنه جاله سكتة قلبية، بس أنا عارف الحقيقة اللي كان بيطاردني دخل في الشيخ. بعدها بيومين نقلونه أوضة تانية، بس الغريب كل يوم بالليل كنت بسمع صوت الشيخ بيقرأ قرآن من بعيد وصوته بيقول لي ما تخافش يا محسن كل حاجة خلصت. بس الصبح كنت بلاقي المصحف الصغير اللي كان مع الشيخ محطوط على السرير جنبي، ولما سألت الممرضة قالت لي يا ابني المصحف ده كان مدفون مع الشيخ، مين جابهولك؟ بعد كام أسبوع خرجت من المستشفى والدكتور كتب في التقرير المريض تعافى جزئيا بس عنده هلوسات سمعية. رجعت بلدي الناس كلها كانت فاكرة إن أنا اتجننت، بس اللي محدش عارفه إن في كل ليلة من بعد موت الشيخ الساعة 2:30 بالليل للساعة 2 بعد نص الليل نفس الساعة اللي قالوا لي ما خرجش فيها المصحف اللي كان مع الشيخ بيتهز بعض على الكومتين وصوت الشيخ بيتكرر في وداني كأنه لسه بيقرا قرآن والنور بينطفي بعدها. بعد ما خرجت من المستشفى والدنيا ترجع زي ما كانت شبه طبيعية، بس أنا قلبي كان بقى حجر خلاص مفيش حاجة بتقدر تهزه. والشيخ اللي دخل في الشيخ الشيء اللي دخل في الشيخ حسيت إنه لسه جوايا، كان بيظهر في الحلم في صوت بيهمس لي في المراية بتعكس ضلال مش واقعي. مرت أسابيع والناس في البلد بتقول عليا خلصت وبتضحك وأنا بضحك معاهم، لكن ضحكتي كانت باهتة. كل لما أنام بالليل أسمع نفس الجملة لسه ما خلصتش يا محسن. وبعدين حصلت حاجة غيرت كل حاجة. في مرة وأنا راجع من السوق قابلت واحد ستيني وشه فيه شحمة الحياة وحنية غير عادية، حد في الشارع كان بيسموه الحاج صفوان. جالي وقال لي بعينين مليانين قال لي يا ولدي سمعت انك مريت بخاطر. قلت له ايوه يا عم. قال لي تعالى بكره المسا عندي معايا حاجه ممكن تفيدك. حسيت ببروده ورقفه بس رديت وقلت له تمام، وحسيت ان القدر بيرجعني لنقطه ابدا منها. الحاج صفوان كان ساكن في بيت قديم على اطراف البلد، كانت مملوءه بيته مليان وكتب دينيه وقميشه بيضه الميه مرشوشه على الارض كانها طهاره متكرره. دخلنا وقعدنا لقيته بيقول لي ببساطه الشيخ اللي كان هنا مات بحسره، الروح اللي كانت فيه لسه موجوده وممكن ترجع لك لو مخلصناهاش. قلت طب ونعمل ايه طيب؟ قال لي هنعمل ليله اعتكاف صلاه وقرايه واعمال تقويه للنوايا، وبعدها هنعمل حاجه لازم تتعمل قدام الباب القديم اللي انت رحت له هناك. وعلى فكره يا محسن الحاجات دي مش سهله. اللي حصل بعد كده طول الاسبوع كان تجهيز الحاج صفوان جمع حوالينا ناس من القريه اللي ليهم قلب طيب ونوايا صافيه، واحد بيصلي كويس وواحد دايما بيعمل اذكار وشيخ من البلد القديمه جاي يقرا بصوت تقيل، حتى بنت من القريه كانت دموعها بتنزل كل ما تسمع ايه. الليله اتحددت ليله مظلمه، القمر من الظهر كلنا لبسنا ابيض واخدين معانا مصاحف وميه وطيب ورماد وخشب طهر، خشب كانوا بيحرقوه في جنازات قديمة. رجعنا للمكان المتفحم للمبنى اللي كان بوابته دايما بتتقفل. الحاج صفوان قعد ورايا وظبط لنا دايرة صغيرة من التربة والملح حوالينا وقال لنا المكان ده محتاج يتقفل من جوه عشان لازم يقدم نفسه طوعية كوسيط بين العالمين. قلبي خبط جامد وقلت في نفسي مش انا، لكن في دماغي حسيت ان في صوت ضعيف بيقول انت اللي لازم يا محسن. حسيت بخوف من الموت، لكن الخوف الحقيقي كان ان شيء يفضل يعيش ويعذب ناس تانية من بعدي. الشيخ الكبير بدأ يقرا بصوت عالي آيات طويلة والأشخاص حواليا رددوا الفاتحة وأذكار. الحاج صفوان كان ماسك بإيدي وحاطط على راسي سبحة وقال لو هتقدم نفسك اعرف إن في تمن ممكن نرجع الروح ونتخلص منها، لكن لو الروح متهجرفة ممكن تهاجم الحد
اللي هيقرب منك وهياخد منك جزء من حياتك. بصيت له في وشه ولقيت في عيونهم حاجة زي عين واقفة ثابتة ومطلعة معاني، ولقيته بيقول لي لو مش هتعملها انت المكان ده هيفضل يتفتح. قلت له خلاص انا موافق هواجهه. دخلنا جوه والخطوات رجعت تطلع تاني. كل ما قربنا من البوابة الباب كان بيتهز والجو بيتقلب ورياح برودة عدت من وشي. صوت همسات اتكتر لدرجة ما كنتش قادر اتخيلها ولا قادر اجمعهم ولا قادر اعدهم. ممر غطاه دخان اسود لامع. الشيخ طلع المصحف وقال اقرا يا مصحف، اقرا يا محسن وارفع ايدك واللي في قلبك. بدأت اقرا بصوت واطي ورعشة، ولما قريت آية الكرسي حسيت ان في حاجة بتحاول تمنعني، حاجة بتحاول توقف لساني. وقته الحاج صفوان صرخ وقال لي اثبت يا محسن، مش وقت خوف، كمل. وصلت لسورة الفاتحة وبصوت مالية الدموع قلت يا رب انا ما بطلبش حاجة غير الخلاص، خدني بدل اللي تعب وخلصهم وخلصني. بعد كده حصل اللي مفيش شرح لأي إنسان قبل كده. دخان طلع كتير والظل وقف قدامي وكان كيان اسود وعينه فيها نار، حاجة بتحاول تسحب روحي. لكن في لحظة تانية حسيت بصوت الشيخ الميت. صحته مش جسدية لكن كان صوته من غير لحن بيهز المكان ويقول آيات اللي قبل ما مات بيها. كان بيردد معانا كأن روحه بتكمل ما بدأناه. وفي لحظة زي لو حد ضغط الزرار صوت صرخة طويلة خارج من الكيان، مش صرخة بشرية، صرخة كأنها إعلام وعشرات الأرواح المتعلقة. الدخان تراجع والريح هدت والشيء الأسود تلاشى من قدام عيني زي دخان. وهنا حصل الهدوء. الحاج صفوان شال الحاجة كانت مرمية على الأرض، قطعة من قماش متفحمة فيها آثار كتابات قديمة، وحرقها في الرماد النار وشالت الكلمات. والدخان طلع وبسرعة واختفى في السماء، والباب اتقفل وراها بتكة معدنية واحدة زي ما بتقفل باب حقيقي. ساعتها لمينا كل حاجة ورجعنا البلد، والناس استغربت إن المكان اتقفل واتقفل للأبد، وقالوا إن فريق بيئي جه وقرر يهدم مباقي من البناية وإن مفيش أي أثر للحاجات الغريبة اللي كانت فيها. وأنا رجعت لبيتي وحسيت بسلام حملني النوم لأول مرة من أيام طويلة. أول ليلة بعد المواجهة نمت وأحلامي كانت عادية، أحلام عن مية والطيخة والضحك في القهوة، حاجات بسيطة لكن كانت بتحسسني إن الدنيا رجعت. مر وقت طويل والهموم العادية رجعت وشغل وقهوة وجواز، ومرات بسيطة من الخوف لما أسمع صوت مروحة بتتقفل، لكن بسرعة أتحكم في غضبي. كنت بصلي أكتر وبقرب من الناس الطيبين وأزور مقابر اللي ماتوا وعشان أطلب لهم المغفرة. كل ما أقوم حاجة كويسة أحس إن قلبي بقى بيتطهر كل شوية. وبالنهاية حياة محسن كل سنة في ليلة صافية بيطلع يقرأ الفاتحة على روح الشيخ اللي طحق وادعى لكل اللي كانوا محبوسين إنهم يلاقوا سلامهم في مكان أفضل. محسن خلص من الحاجة للأبد، لكن اتعلم إن الحرية أحيانا بتيجي بتمن وشجاعة.